السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض اساور الجلاش الحلو، تغييرا كده للوصفات التقليدية او طريقة الجلاش التقليدي. هنعملها مع بعض النهاردة محشية كريمة. خطواتها سهلة وبسيطة، وطريقة اللف بتاعها اسهل من كده مش هتلاقي. التسوية بتاعتها مظبوطة من تحت زي فوق، اللون واحد. هقولك كل حاجة خاصة بالوصفة بتاع النهاردة في الفيديو، بس تابعيلي الاخر علشان تعرفي كل التفاصيل. تعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ. بس لايك الاول للفيديو بتاع النهارده، وكمان اشتراك في القناه. معايا كوبايه حليب 200 جرام، وعليهم معلقتين كبار سكر، يعني 20 جرام. معايا نص كوبايه حليب بردك، 100 جرام عليها 20 جرام نشا، اي ما يعادل معلقتين كبار. تمام كده، هقلب النشا بتاعي على البارد لحد ما التكتلات اللي في النشا تروح، وبعدين هرفع اللبن بتاعي بالسكر على النار، وابدا ان انا ادوب السكر بتاعي. اللبن اول ما يبدا يغلي هبدا ان انا انزل بالنشا بتاعي والميه، واستمر في التقليب لحد ما يبدا القوام بتاعه يتقل تدريجيا واحده واحده. زي ما انتوا شايفين كده بسهولة جدا بتطلع معاكي احلى كريمة. بس اهم حاجة اظبطي كمية النشا اللي انت هتحطيها علشان يبقى معاكي بالشكل ده. اول ما يطلع فقاقيع هتطفي عليه النار، وتنزليه في بولة فاضية خالص، وبعدين تغطي الوش بتاعه علشان ما يجلدش ويطلع طبقة على الوش كده تبقى مش مستحبة. لما تيجي تلفيه تاني بالمضرب هتلاقيها هي اللي باقية على الوش. هنغطيه ونركنه على جنب الحين لما نيجي نشتغل فيه. تعالوا بقى للشربات او السيرم. معايا كوبايه ونص سكر، يعني 300 جرام، عليهم كوبايه ميه 200 جرام، عليهم عصره نص ليمونه، كل ده على البارد. هبدا ان انا ادوب السكر بتاعي واحده واحده على البارد من النص، علشان السكر بتاعي ما يروحش على اطراف الحله بتاعتي او الكازرولة في يسكر لي البتاع، وبالتالي يكرمل، وانا مش حابه كده. السكر بتاعنا سكر تموين عادي خالص، علشان ما تقوليش انت مطلعه اللون ده منين. سكر تموين عادي خالص حبيبات. ادي الشربات بتاعنا لمدة 5 دقايق بس الغليان، وبعدين حطيت عليه معلقة فانيليا بودر وطفيت عليه النار. لو مش حابة تحطي فانيليا بودر مفيش مشكلة، استغنى عنها، بس بتديله ريحة حلوة. عندي نص كيلو من الجلاش البلدي، جايباه من عند الفطاطري. ما اشتريتش انا الجلاش اللي بيبقى موجود في المول او في السوبر ماركت، اللي هو المعلب، له اسماء كتير زي الازهار وزي الفتح، اسماء كتير. انا ما حبيتش اشتغل بيه، انا جبت ده نص كيلو من عند الفطاطري. بيبقى طازه فريش. كميه النشا اللي عليه على الجلاش بين كل طبقه والتانية او كل رق والتاني بتبقى حلوه، وفي الفرد بتسهل عليا. والجلاش زي ما انا قلت لكم طازه وطري، فبيكون حلو معايا. انا قطعتها نصين كده، نص كيلو، وبعدين غطيتها في فوطه وركنتها على جنب. هبدا الصينيه اللي انا هشتغل فيها هجهزها برضك، علشان ابقى ماشيه على خطوات معينه، ما بقاش بجيب حاجه من الناحيه دي وحاجه من الناحيه دي، لا ابقى بشتغل وعارفه انا بعمل ايه. معايا معلقتين كبار جوزة الهند مبشورة، او لو انت مش حباها مبشورة تبقى مجروشة عادي، ومعاها معلقتين كبار زبيب، وده اختياري. الكريمة بتاعتي زي ما انتم شايفين، علشان غطيناها بالكيس وركناها على جنب، بتتقلب بالمضرب بكل سهولة، وزي ما هي كريمة عادية هنركنها على جنب. معايا برضك في البولة التانية معلقتين كبار سمنة بلدي، ويفضل ان هي تكون سمنة بلدي علشان بتديلك طعم وريحة حلوة. وعليهم معلقتين كبار زيت علشان يقرمش لك الجلاش بتاعك ويطلع مقرمش. هبدأ ان انا اجيب رق من الجلاش بتاعي واتنيه تانية واحدة كده، وهدهن ما بين كل رق والتاني زبدة او زيت. هنزل بقى بالكريمة بتاعتي، وبعدين هبدأ ان انا هتني على ايه، عندي خلة من بتاعة الكفتة او الشيش طاووق. هبدأ ان انا الف عليها، وزي ما قلتلك الزبيب وجوز الهند ده اختياري، حابة تستغنى عنه مفيش مشكلة، هيبقى معاك حلو. وبرضك لو حابة تستغني عن الكريمة ما تحطهاش، برضك استغني عنها. بس ده تغيير للطعم المعتاد او للطريقة المعتادة اللي دايما الناس كلها بتبقى تعمل بها الاساور، بتبقى مفرغة من جوه او مش محشية، وطريقة الوردة بيبقى فيها المكسرات. فلا، انا بحب اعملها بالطريقة دي، بتبقى طرية قوي ومقرمشة من بره. زي ما انت شايفة كده الرول بيتلف بكل سهولة. هتبدأي ان انت تكشكشيه عن طريق ان انت تستخدمي صوابعك الاتنين، وتدخلي الجلاش لجوه.
هتطلع معاكي على الخلة. واهم حاجة الخلة بتاعتك تكون منقوعة في مية وممسوحة كويس بمسحة زيت، علشان لو فيها بواقي نشارة او خشب او اي حاجة ما تبقاش طالعة معاكي على الجلاش وتبقى مش مستحب. هعمل معاكم كمان واحدة علشان تشوفوا طريقة الفرد، بس هتكون بالطول. الطريقة سهلة ومش مش صعبة ولا حاجة. هتقدري تعملي كمية النص كيلو دي بسهولة جدا في 10 دقايق وانت واقفة. اهم حاجة الفرن بتاعك هيكون مسبق التشغيل، وانت بتشتغلي كده هتكوني مشغلاه من تحت على درجة حرارة 180، وهتشغلي الشواية بتاعتك برضك على اقل حاجة علشان الجلاش بتاعك يتعمل من تحت ومن فوق يكون لون واحد. الجلاش بتلف معايا بكل سهولة، عشان زي ما قلت لكم الجلاش بتاعي كان طازة. نسبة الورق المقطع اللي فيه او الهرهدة اللي طلعت منه قليلة جدا. اللفة بتاعي سهلة وبسيطة، اللون موحد، كل حاجة في الوصفة سهلة. تعالوا نعمل بقى حاجة يعني كبيرة شوية نكبرها شوية. لو احنا حابين نعمل احجام، معايا ورقتين هدهن ما بين كل ورقة وورقة مسحة سمنة بالفرشة بتاعتي، واتني الطرف زي ما انتوا شايفين. وهبدأ احط معلقة من الكريمة واحط معلقة من المكسرات والف الرول بتاعي. هتبقى معاكي زي الفل. هتبقى بس كمية كبيرة. لو انت مثلا عندك اطفال ممكن تديلهم القطعة الصغيرة وانتوا تستخدموا او تاكلوا القطعة الكبيرة، بيبقى شكلها حلو. وكمان هتبقى مرضية لكل الاذواق سواء كبير او صغير. هتبقي انت متحكمة في الحاجة، علشان لما الكبيرة ممكن الطفل ما يقدرش ياكلها فبالتالي هيرمي البواقي، فالصغيرة بتبقى مستحبة بالنسبة ليه. ادي شكلها حلو قوي. هعمل معاكم كمان واحده برضو بالحجم الكبير. زي ما قلت لكم الطريقه سهله وبسيطه. لو انت وصلت معايا لحد هنا لايك للفيديو بتاع النهارده، وكمان في اشتراك في القناه، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا مع حبايبكم مع اصحابكم مع جيرانكم، علشان القناه تكبر بيكم ونبقى عيله واخوات واصحاب، ودايما فيديوهاتنا تستمر بكل الوصفات اللي انتوا حابينها. زي ما بقولكم في كل فيديو، انا دايما بدور على الحاجة السهلة البسيطة، واحاول ان انا ابسطها لك اسهل وابسط ما يكون، علشان تعمل الوصفة ورايا بكل سهولة. طريقته سهلة حلوة جدا تغييرا للمعتاد. الوصفات دايما انا بسيبها لكم في صندوق الوصف، المعايير بتاعها سواء بالجرام او بالكوباية بسيبها لك في صندوق الوصف. وزي ما بقولك كل مرة، لو انت مش عارفة صندوق الوصف ده فين، عنوان كل فيديو بتلاقي مكتوب جنبه كلمة المزيد، بتضغطي عليها بيدخلك على صندوق الوصف على طول. بتلاقي فيه كل المقادير الخاصة بكل الوصفات، سواء لحوم سواء معجنات او حلويات، كل حاجة موجودة فيها بالجرام وبالكوباية. هندهن الوش بتاعها، هنسقسقها بمعنى اصح كده بالفرشة عشان مش حابين نكتر. الكمية دي كلها خدت معايا معلقتين السمنة على معلقتين الزيت، ما زودتش اكتر من كده. فردت معايا كمية حلوة. نص الصينية دي حجم كبير ونص الصينية دي حجم صغير. التزيين الاخير ده حسب مقدرتك انتي اللي انت حابة تحطيه. ممكن تحط مكسرات، ممكن تحط جوز هند، ممكن تحط زبيب، ممكن ما تحطيش خالص. دي حاجة ترجع لك انتي. لو انت حابة تحطي في الفتحات الصغيرة دي كريمة وعليها المكسرات بتبقى حلوة برضك، وبتبقى طعمها حلو، بس كده افضل. هتطلع معاكي شكلها حلو، وهتطلع معاكي كمان مقرمشة من بره. ادي الجلاش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. زي ما قلتلك الفرن بتاعنا كان شغال مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت ومن فوق. الجلاش طالع من تحت القاعدة بتاع الجلاش زي الوش بتاع الجلاش بالظبط. الشواية بتاعتي كانت شغالة بس على الهادي علشان الجلاش بتاعي يبقى مقرمش. هسقيه بالشربات اول ما يطلع من الفرن على طول، وهسيبه 10 دقايق بس. هيتشرب كل الكمية دي، كمية الشربات اللي احنا عملناها على قد الجلاش بالظبط. الصينية الصغيرة الأربعة اللي فيها زي الصينية الكبيرة بالظبط. التسوية موحدة. خد مني 30 دقيقة في الفرن بتاع البوتاجاز. ودايما لما تكوني بتعملي أي حاجة تابعيها واعرفي التسوية بتاعتها. ممكن تحتاج ان انت تلفيها شمال، ممكن تحتاج ان انت تلفيها يمين، علشان الشكل يبقى واحد والتسوية تبقى واحدة. اتمنى ان انا ما كنتش نسيت اي تفاصيل ان انا اقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده. واتمنى ان الوصفه تكون حلوه وعلى قد اعجابكم، وما يكونش الفيديو طويل عليكم بحيث ان انتوا تملوا منه، واكون على قد القدره اللي بتوصل المعلومه، يعني اكون بوصلها بكل سلاسه وبسهوله.
الفيديوهات اللي قبل كده انا دايما بحب اجيب فيها تفاصيل خاصة بكل حاجة. ادي قاعدة الجلاش زي فوق، الكريمة بتاعته دايبة فيه من جوه طري ومن بره مقرمش. كمية الشربات زي ما انا قلت لكم مظبوطة بالظبط على قد كمية الجلاش، يعني مفيش حاجة اتبقت. هتسيب الجلاش بتاعك هتحط عليه الشربات. لو في ناس عندها قوة ملاحظة شوية هتقولي لا الجلاش بتاعك لسه ما شربش الشربات. 10 دقايق بالظبط هتلاقي الجلاش بتاعي شرب كل كمية الشربات اللي موجودة في الصينية، ومش هيبقى محتاج اي حاجة. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم.